اوف، ديما اللاك، ديما التقطيع، كرهت هاد الالعاب. حبس بلا ما تقلق بلا ما تعصب، انا جبت لك الحل. غير تبع الفيديو من الاول حتى للاخر. اول خطوه نفتح تطبيق بلاي ستور. بعد ذلك نضغط على البروفايل الخاص بحسابنا على بلاي ستور، يكون على اليمين او على يسار الشاشه على حسب اللغه. نضغط على البروفايل او صوره البروفايل. بعد ذلك ننزل الى الاسفل ونضغط على سيتينغ او بارامتر او الاعدادات على حسب اللغه. نضغط على سيتينغ. بعد ذلك نختار اوتو ابديت اب او التحديثات التلقائيه. نضغط على هذا الخيار، ثم بعد ذلك هنا ستجد الخيار مفعل على التحديثات التلقائيه، يعني ميزاجور اوتوماتيك. انت في هذه الحاله ستنزل الى اخر اعداد او خيار وتقوم بتفعيله. دونت اوتو ابديت اب، يعني لا اريد تحديث التطبيقات بشكل تلقائي. ان تحديث التطبيقات بشكل تلقائي يسبب مشكله اللاغ وكذلك ارتفاع البينغ، لذلك قم بتفعيلها على لا اريد التحديثات بشكل تلقائي. هذا الاعداد الاول مهم جدا اصدقائي. كذلك اوتو بلاي فيديو، هذا الخيار كما تشاهدون اوتو بلاي فيديو اي تشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي. تقوم بالضغط عليه، كذلك تقول لا، تختار الخيار الثالث دونت اوتو بلاي فيديو، لا اريد تشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي. وعند تفعيلك لهذا الإعداد ستمنع من سرعة استهلاك الإنترنت، وكذلك ستحل مشكلة اللاغ وارتفاع البينغ. نضغط على أوكي. هذه خيارات وإعدادات مهمة جدا لحل مشكلة اللاغ وكذلك التقطيع. الخطوة الثانية وهي حذف التطبيقات من الخلفية. التطبيقات كلما كانت في الخلفية كلما ارتفع البينغ وكلما تسببت في مشكلة اللاغ. لذلك دائما تأتي إلى هذه الأيقونة كما تشاهدون على يسار الشاشة، على يسار شاشة الهاتف أو على اليمين على حسب اللغة. تكون على شكل إما مربع أو 3 خطوط كما تشاهدون. تضغط على هذا أو هذه الأيقونة وستظهر معك جميع التطبيقات في الخلفية. هذه التطبيقات التي أنت قمت بتشغيلها. قم بحذفها بالسحب إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو إلى اليمين أو إلى اليسار على حسب الهاتف. وهكذا ستقوم بتفريغ الرام، يعني مساحة الوصول العشوائي، وبالتالي تسريع الهاتف وتسريع الانترنت وكذلك حل مشكلة اللاغ وارتفاع البينغ. هذه كذلك خطوة مهمة جدا. الآن نأتي إلى الخطوة المهمة والأخيرة، وهي على الشكل التالي. ستقوم بلعب الألعاب على جيم سبيس أو جيم بوستر. هذا التطبيق يكون مفعل أو مدمج بشكل تلقائي في جميع الهواتف. جيم بوستر ستجد في الهاتف الخاص بك إما تطبيق جيم بوستر أو جيم سبيس. تقوم بالضغط على هذا التطبيق ولاحظ معي، هذا التطبيق مهم جدا في الألعاب، سيحل لك مشكلة اللاغ وارتفاع البينغ. لاحظ معي، ستجد علامة زائد أو add team to game space، يعني إضافة لعبة للتطبيق. تضغط على إضافة لعبة. بعد ذلك ستختار اللعبة التي تريد اللعب بها بدون لاغ. مثلا أنا هذه اللعبة سأقوم بتفعيلها add، يعني إضافة، وأرجع إلى التطبيق. لاحظوا أضيفت معي في التطبيق هذه اللعبة. الآن يمكنني لعب اللعبة بسلاسة بدون مشاكل، ولكن في الإعدادات ستجد سيتينغ أو بارامتر أو الإعدادات على حسب اللغة. تضغط عليها على حسب التطبيق. هذا التطبيق يختلف من هاتف إلى هاتف. هنا ستبحث على خيار مهم جدا، وهو بلوك نوتيفيكيشن، يعني باللغة العربية منع الإشعارات. تقوم بتفعيله، يكون غير مفعل. أنت تضغط على هذا الزر لتفعيله لكي يمنع الإشعارات، لأن أثناء اللعب عندما تأتيك إشعارات من تطبيق مثلا الفيسبوك أو الواتساب أو أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يقوم برفع البينغ وكذلك عمل لاغ، يعني يتسبب في اللاغ. لذلك يفضل منع هذه الإشعارات لحل مشكلة اللاغ والبينغ. كما تشاهدون كذلك طريقة بسيطة وسهلة جدا. كما شاهدتم خطوات بسيطة لحل مشكلة اللاغ وارتفاع البينغ وكذلك التقطيع في الألعاب. أتمنى أن تفيدكم الحلقة. لا تنسوا مشاركتها مع الأصدقاء لتعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل الجرس على الكل لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد ومفيد في عالم التقنية وكذلك في عالم الألعاب. باي.